مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من بودكاست كلام من أمريكا. كثر اللغط في الأيام الأخيرة عمن يستحق الفوز بالكرة الذهبية الدولية ومن سيفوز بها فعلا. 3 أسماء تتصدر لائحة المفضلين، وهي الأسد المغربي أشرف حكيمي والفرنسي عثمان ديمبيلي ذو الأصول الموريتانية السنغالية المالية، وأخيرا الأصغرهم سنا وربما الأكثرهم موهبة إذا وضعنا العاطفة جانبا، الأمين جمال نصراوي بانيا المعروف بلامين يامال ذو الأصول الغينية المغربية. ويجمع المهنيون والأرقام على أحقية عميد أسود الأطلس بهذه الجائزة العالمية. لكن هناك 3 أسباب قد تحول دون بلوغ أحسن ظاهر في العالم لهذا الهدف. نكتشف هذه الأسباب جميعا بعد هذا الفاصل القصير، فابقوا معنا واشتركوا في هذه القناة ليصلكم دائما الأفضل من مجهوداتنا. أهلا بكم من جديد. السبب الأول قد لا تكون له علاقة مباشرة بالمعايير الظاهرة للعيان كالموهبة والمؤهلات الفردية والتقنية والنتائج والألقاب المحصلة الفردية منها والجماعية، بل بتعقيدات عالم المال والأعمال. فإذا أخذنا بعين الاعتبار القيمة السوقية لهؤلاء اللاعبين ال3، نقصي مسبقا من هذا السباق السوريالي كلا من ديمبيلي وحكيمي، فنجم البارسا يحلق عاليا فوق عارضة 200 مليون يورو، بينما يبقى حصان طرواده في النادي الباريسي تحت سقف 100 يورو، مع تفوق ملحوظ لديمبيلي على حساب أشرف حكيمي، ما يفسر جيدا طعن ابن المغرب الأبي في الظهر من طرف كل من مدربه ورئيس ناديه. فبهذا المنطق إذا استبعد المهاجم الكتالوني الشاب من السباق لسبب ما وفاز ديمبيلي بالكرة الذهبية، ارتفعت كالسهم قيمته السوقية وربح الرهان مالك ناديه على وجه الخصوص. ولمن لم يفهم تخلي المستثمر القطري على دينامو فريقه، ففوز حكيمي بدل ديمبيلي لن يحقق حسب بعض المحللين نفس الأهداف المادية المرجوة، خاصة إذا علمنا أن ظلما بنيويا لا زال يطال المدافعين في تقييم اللاعبين لفائدة المهاجمين. وهذا هو السبب الثاني الذي قد يحرم أشرف حكيمي من الفوز بهذه الكرة الملعونة، ودفع الخليفي وإنريكي إلى إدارة ظهرهما له ولعب ورقة زميله ديمبيلي. فآخر مدافع فاز بهذه الجائزة الهامة هو الإيطالي فابيو كانافارو، وكان ذلك قبل حوالي 20 عاما سنة 2006 بعد كأس عالم ألمانية استثنائية، ولم يفز بها إلا مدافعين آخرين في تاريخ الساحرة المستديرة، هما الألمانيان فرانز بيكنباور في 72 و 76 وماتياس سامر في 96، لكنهم كانوا جميعا يدافعون ويهاجمون ويسجلون ويمررون بطريقة حاسمة. فلماذا إذن يحرم منها أسدنا؟ لأن هناك سببا ثالثا وهو الأكثر تأثيرا ويكمن في هشاشة الجبهة الداخلية إن صح هذا التعبير، فاتحاد وقوة الإعلام المغربي والإفريقي والعربي والأمازيغي والإسلامي
لا يرقى مع الأسف الشديد إلى مستوى فرض الأسد المغربي على المؤهلين للتصويت وجعله رابع مدافع يرفع هذه القطعة الذهبية، وبهذا يرفع كذلك رأس إنريكي والخليفي وكل من يبغض الكيل بمكيالين. وفي نهاية هذا الكلام لا يسعني إلا أن أذكر بعادة يابانية تسمى الهاراكيري أو السيبوكو، وهي طريقة انتحار الساموراي لمحو العار واسترجاع الشرف، خاصة بعد هزيمة نكراء. ساموراي هذه النسخة الأخيرة لكأس العالم للأندية هو لويس إنريكي أكثر من رئيسه ناصر الخليفي، لأن خروجهم الإعلامي قبل نهائي أضافه الكل إلى بالماريس ممثل مدينة الأنوار، حتى قبل انطلاقه نزل كجبل من ثلج على رأس أسد الأطلس وعطل محركات دينامو الفريق وصانعي لوكاكو وإمبابي ورويس وديمبيلي. وخرج أبطال أوروبا من الباب الورائية بعد خروج ساموراي البيجي عن صوابه لاكما هازميه بدل النط والقفز اللاصقين بمدرب ألف العزم والهزم. كلنا حكيمي وديما مغرب، وإلى حلقة قادمة.